صدفة ممكن تغير حياتك وتفكيرك. ده اللي حصل معايا لما لفت نظري شخص غير كل الناس اللي قابلتهم في حياتي، لدرجة إنه خلاني أسأل صحابي عنه. مين ده؟ كان ردهم ده إياد. داليا وبوسي أعز صحابي، تقدروا تقولوا كده إننا روح واحدة في 3 أجسام. ومن حبهم فيا قالوا كل حاجة يعرفوها عن إياد، إنه مغرور وخلص الجامعة من 2 سنين، وبالرغم من كده بيجي مرة في الأسبوع. صحيح هو شكله حلو بس رخم ومش بيكلم حد خالص، وكانوا بيجاوبوا على كل سؤال بسأله باللي يعرفوه طبعا، بس كل كلامهم إنه شخص غامض. طبعا عملوا واجبهم ناحيتي إني ما حاولش أكلمه أو أتعامل معاه علشان ما يحرجنيش، بس أنا الفضول اللي جوايا كان أكبر كتير من نصايحه، وقررت أروح وأتكلم معاه. قربت منه وسألته من فضلك؟ رد عليا وقال لي اتفضلي. أنا مستغربة إن أخيرا لقيت حد معاه جورنان علشان كنت عاوزة أشوف حاجة. رد عليا باستغراب حاجة إيه؟ قلت له أنا أخدت بالي إنك بتقرأ الأهرام. كان مستغرب أكتر. ليه؟ حنين أصل أنا من أشد المعجبين بقراء بريد الجمعة لعبد الوهاب مطاوع. هو بقاله فترة مش بيكتب ومحدش يعرف عنه أي خبر، فقلت يمكن يكون في حاجة نزلت النهاردة. رد عليا انتي من قراء عبد الوهاب مطاوع؟ قلت له جدا. وكان مستغرب هو ايه اللي بيعجبك في بريده؟ قلت له شعوره واحساسه وهو بيكتب، والمشكلة اللي بيعرضها وبيقول حلها بكل سهولة من غير تجريح. وكان مأكد كلامي وقال لي فعلا عندك حق. فسألته قلت له طيب قول لي بقى في خبر عنه؟ فرد عليا وقال لي إن هو واخد أجازة لأنه مسافر لمدة شهر، وعلشان كده بريد الجمعة واقف لأن محدش هيعوض مكانه. طبعا بعد المحادثة دي كان لازم أقول له ميرسي جدا، طمنتني. لقيته بيضحك وبيقول لي للدرجة دي؟ قلت له عارفة إنك هتقول عليا إيه، يعني مثلا أنت دلوقتي مستغرب إني بقرا بريد الجمعة، وكمان شوية هتسألني عن دراستي علشان تربط ما بين حب البريد الجمعة وما بين دراستي. لقيته بيضحك قال لي تصدقي فعلا على فكرة انت مالكيش حل. فاستغربت بقول له انا ليه؟ قال لي يعني تتكلمي مع واحد ولا تعرفيه ولا عايزة تسألي عنه ولا هو في سنة كام ولا كلية ايه ولا حتى حاولت تعرفي سني كام ولا اي حاجة، مش دي غريبة ولا ايه؟ كان ردي عليه لا طبعا، انا اسألك ليه؟ اسئلة شخصية ممكن ترفض تجاوب عليها. راح رد عليا وقال لي طب مش يمكن اوافق وارد على اسئلتك؟ قلت له في الحالة دي يبقى انا كمان من حقك تسألني عن نفسي، واكيد لازم اجاوب، ويمكن تتحرج لاني ممكن ما ردش على اسئلتك. لقيته مذهول جدا من اللي انا بقوله، ورد عليا وقال لي انتي صح يا رديت عليه وقلت له شفت دي البداية، علشان كده انا مضطر استأذن قبل الحوار ما يتطور عن كده، بعد اذنك. اخر كلمة قالها لي فرصة سعيدة اتفضلي. سبت اياد ورحت عند داليا وبوسي، وطبعا كانوا متابعين كل حاجة من بعيد وبيضحكوا. انا كنت على يقين انه هيسأل عليا مخصوص، وده كان الرهان اللي ما بيني وما بينهم. هل هيسأل عليا واكسب الرهان ولا هم يكسبوا الرهان واعزمهم على البيتزا؟ الايام اللي جايه هي اللي هتفصل ما بيننا. لما قابلتك مره صدفه قال لي جمالك اجمل صدفه، قال لي جمالك اجمل صدفه، كان يوم حبك صدفه.